صنعناها من أجلكم، وسنتحدث بما يخصكم. راديو صدى الشباب، من نبض حياتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أمواج راديو صدى شباب، إذاعة كل المغاربة، في ثاني حلقات برنامج دردشة في القانون. هذه الحلقة إن شاء الله غادي نخصوها للحديث عن إجراءات الدعوة أمام المحاكم الابتدائية. وكما قلت لكم في الفيديو كما قلت لكم في الحلقة السابقة أنه غادي نخصو الحلقات ديال هذا البرنامج للحديث على بعض الأمور القانونية اللي خاص كل واحد منا يعرفها، ومن بينها كما قلت لكم هذا يعني إجراءات الدعوة أمام المحاكم الابتدائية اللي غادي نهضروا عليها إن شاء الله في هذه الحلقة، وفيها مجموعة من الأمور اللي خاص كل واحد يعرفها إلا كان بغى يلجأ للمحكمة باش يرفع دعوة من أجل أنه يحافظ على واحد الحق ديالو أو أنه يطالب واحد الحق أمام هذه المحاكم. كل هذه الإجراءات غادي نشوفوها إن شاء الله في هذا البرنامج بعد الفاصل. انتظرونا. صنعناها من أجلكم، وسنتحدث بما يخصكم. راديو صدى الشباب، من نبض حياتكم. عدنا إليكم أعزائي المستمعين. كما قلت لكم إن شاء الله هذه الحلقة غادي نخصوها للحديث عن إجراءات الدعوة أمام المحاكم الابتدائية. أولا، الدعوة هي ملك للجميع كما يقال. أي واحد ممكن أنه يلجأ للمحكمة ويرفع دعوة. يمكن أنه يطالب واحد الحق من الحقوق ديالو تم التعدي عليها، أو أنه يحافظ على واحد الحق خايف أنه يتمس به. أولا، كيفاش كنرفعوا هذه الدعوة أمام المحكمة؟ كما قلت أنها ملك للجميع، ولكن ضروري أنه يكونوا بعض الشروط، واحد 3 شروط حددهم القانون اللي خاص ضروري توفروا في الشخص حتى يعني تسمع الدعوة ديالو أمام هذه المحاكم. وهذا الشروط هما 3 شروط. الشرط الأول هو الأهلية، الشرط الثاني هو الصفة، الشرط الثالث هو المصلحة. بالنسبة للشرط الأول اللي غادي نحاول نفصل فيه شوية هو الأهلية. والأهلية اللي حددها المشرع يعني أو اللي حددها القانون هي 18 سنة شمسية كاملة، واللي بدونها ما يمكنش للشخص أنه يلجأ للمحكمة. ممكن مثلا أنكم تسألوا واحد الشخص ممكن يكون صغير ويكون عنده حق ديالو، وما غيتعذر عليه أنه يرفع هذه الدعوة أمام المحكمة لأنه ما كملش 18 سنة شمسية كاملة. هنا القانون كيمنح الحق النائب القانوني ديالو أنه يرفع هذه الدعوة نيابة على هذا القاصر. هذا بالنسبة للأهلية. الشرط الثاني هو الصفة. الصفة كنقصدوا بها علاش هذا الشخص اش من صفة عنده باش يرفع هذه الدعوة. هو كيكون إما كما قلت لكم أنه كيكون صاحب حق، وفي الغالب أنه كيكون صاحب حق، يعني أن الصفة ديالو كتكون مدعي، يدعي بوجود حق أو يدعي بمساس أن واحد الحق ديالو تم المساس به. هذا بالنسبة للشرط الثاني. والشرط الثالث هو المصلحة، وهذه المصلحة هي الشرط الجوهري والشرط الأساسي في الدعوة، إذ أن كاين واحد القولة قانونية تقول بأنه حيث لا مصلحة لا دعوة. بمعنى أنه إلا ما كانش واحد المصلحة ما كتكونش هذه الدعوة. يعني لاش بغينا هذه الدعوة أننا نرفعها أمام المحاكم؟ يعني ضروري أنه تكون واحد المصلحة، وهذه المصلحة هي الشيء اللي بغيت أنني نوصل ليه من وراء رفع هذه الدعوة، إما من خلال أنني نحصل على واحد تعويض جراء واحد الضرر الحق بي أحد الأشخاص من الأغيار، أو أنني يعني نحمي واحد الحق من الحقوق ديالي لأنني نخاف أنه يتم المساس بها. هادو بالنسبة لهاد الشروط اللي خاصهم يتوفروا في هذه الدعوة، وحتى حتى القانون أو حتى المحكمة تسمع لهاد الدعوة ديالي. دابا غادي نجيو الى مثلا توفروا لنا هاد الشروط وبغيت نمشي نلجا للمحكمه باش ترفع الدعوه. كيفاش؟ اشنو هما الاجراءات اللي خاصني نتبع؟ هاد الاجراءات بساط جدا خاصنا نعرفوها. وهاد يعني هاد الدعوه كنرفعها امام المحكمه الابتدائيه اما بمقال مكتوب
موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله. يعني كنرفع هذا الدعوى إما بواحد المقال، هذا المقال كيكون مكتوب كنوقع عليه أنا أو لا كيوقع عليه الوكيل ديالي. الوكيل المقصود به هنا هو المحامي. بالنسبة هذه الطريقة الأولى، يعني كيكون مقال مكتوب، وهو في الغالب اللي كيروج أمام المحاكم الابتدائية، أو بتصريح كيدلي به المدعي شخصيا وكيحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا كيوقعوا هذا المدعي، أو كيشير هذا كاتب الضبط أو الأعوان كاتب الضبط في المحضر إلى أنه هذا المدعي كيتعذر عليه أنه يوقع. إذا قلنا طريقتين باش نرفع هذا الدعوى. الطريقة الأولى هي إما كيكون مقال مكتوب كيوقع عليه يا إما المدعي أو الوكيل ديالو كنقصدوا به المحامي ديالو، أو لا الطريقة الثانية كنمشي للمحكمة وكنقلب على كتابة الضبط، كنصرح كندلي بواحد التصريح شخصيا. يعني هذا التصريح كيدلي به المدعي الشخص اللي بغى يرفع الدعوى، كيدلي به الأحد أعوان كتابة الضبط، واللي كيحرر المحضر وكيوقع عليه المدعي أو كيشير هذا العون ديال كتابة الضبط إلى أن الشخص كيتعذر عليه توقيع. بمجرد أنني كنوضح هذا المقال لدى كتابة الضبط أو أن هذا العون كيحرر لي هذا المحضر، كتقيد الجلسة ديالي في واحد السجل معد لذلك حسب الترتيب وحسب التاريخ فاش قدمت هذا المقال ديالي. وبمجرد كيتقيد هذا المقال في هذا السجل، كيبادر رئيس المحكمة إلى أنه يعين قاضي مقرر أو لا قاضي مكلف بالقضية. أشنو كنقصدوا بالقاضي المقرر والقاضي المكلف بالقضية؟ القاضي المقرر كيكون إلا كان القضاء فرضي، يعني إلا كان القاضي، يعني إلا كانت هذه القضية كيتكلف بها قاضي واحد. وبالنسبة للقاضي المكلف كنقصدوا به كتكون القضاء الجماعي اللي كنتلقاو فيه مثلا 3 القضاة في الجلسة، وكيتكلف واحد القاضي هو اللي كيتكلف بالقضية وكيتسمى قاضي المكلف. بالنسبة لهذه الطريقتين اللي قلت ديال الطريقتين باش نرفع الدعوى، إما مقال مكتوب أو تصريح، ولكن هذا المقال أشنو ضروري المشرع حدد والقانون حدد لنا بعض البيانات اللي خاص يتوفروا فيه، ومن بينها الأسماء العائلية والشخصية والصفة والمهنة والموطن والمحل إقامة المدعي عليه والمدعي. بمعنى أن هذا المقال خاص توفر فيه الأسماء الشخصية ديال المدعي عليه، أو الأسماء الشخصية ديال المدعي عليه، والصفة ديالو والمهنة ديالو والموطن والمحل الإقامة، وكذلك الاسم العائلي والشخصي والصفة والموطن والمحل الإقامة ديال والموطن ديال المدعي وكذلك الأسماء والصفة وموطن وكيل المدعي. يعني إلا كان وكيل، هذا الوكيل ديال المدعي اللي قلنا كيكون في الغالب المحامي، كنحددوا كذلك الاسم ديالو والصفة ديالو الموطن ديالو والموطن ديالو باش كيسهل علينا أننا نعرفوا، يعني حتى إلا غادي يصيفطوا ليه استدعاء باش يحضر الجلسة، كيسهل المأمورية. هذا الموطن ديالو كتسهل المحكمة المأمورية. كذلك أنه يعني إلا دليت بهذا المقال أو لهذا التصريح كنشير في الداخل ديالو إلى موضوع ديال النزاع. أشنا هو هذا الموضوع ديال النزاع اللي خلاني أنني نلجأ للمحكمة ونرفع هذه الدعوة. وكذلك كنرفق هذا المقال بعض الوثائق والمستندات اللي غادي نحتاج بها واللي غادي تثبت هذا الحق ديالي. بمجرد أنني نحط هذه الوثائق وهذه المستندات، أشنو المشرع أشنو كاتب بالضبط اللي عطيته هذا الشيء كيسلم لي واحد الوصل كيبين فيه شحال ديال الوثائق وشحال ديال المستندات عطيت لي. إلا كان كاين واحد الحالة أخرى، هو أنني أنا كمدعي مثلا لصاحب الدعوة اللي غادي نرفع هذه الدعوة، غادي نرفعها ضد
شحال ديال الاشخاص، يعني عندنا مدعى عليهم متعددين، مثلا 2 3 4 5. هنا اشنو كيقول لي القانون؟ هذا المقال اللي غادي ندير خاص هذا المقال تكون النسخ ديالو مساويه لعدد هاد الاشخاص اللي غادي نرفع عليهم الدعوى اللي هما المدعى عليهم. اعزائي المستمعين، فاصل واعود اليكم لاستكمال هذه الاجراءات اللي بقات لنا بخصوص رفع الدعوى امام المحاكم الابتدائيه. صنعناها من أجلكم وسنتحدث بما يخصكم. راديو صدى الشباب، من نبض حياتكم. أعزائي المستمعين، عدنا إليكم في حلقاتكم في برنامجكم دردشة في القانون. كما قلنا أن يعني الدعوة أمام المحكمة الابتدائية كترفع بجوج طرق، إما بتصريح بواحد المقال مكتوب كيدلي به المدعي او الوكيل ديالو، او لا واحد تصريح كيصرح به هذا المدعي امام احد اعوان كتابه الضبط المحكمه الابتدائيه اللي كيحرر به واحد المحضر و كيوقعوا هذا المدعي او لا كيشير هذا العون ديال كتابه الضبط الى ان هذا الشخص اللي هو المدعي كيتعذر عليه انه يوقع. يعني بمجرد انني كان يعني ان هذا ان رئيس المحكمه الابتدائيه كيعين القاضي المقرر او القاضي المكلف بالقضيه، ومن بعد انني كنأدي الرسوم القضائيه اللي كنخلصهم كيكونوا اجباريين على هذه الدعوه اللي غادي نرفع، واللي كتختلف حسب نوعيه القضايا. هنا كاين واحد النقطه اساسيه اللي خاص كل واحد منا يعرفها، وهي أنه كاينين في بعض القضايا اللي كيكون فيهم المحامي إجباري، يعني كنكون ملزم أنني ندير محامي أمام المحكمة الابتدائية. ويعني كاينين 5 ديال القضايا اللي القانون عطاني فيهم الحق أنني نلجأ للمحكمة ونرفع الدعوة بدون ما نكون مؤازر من طرف محامي. وهذه القضايا هما القضايا اللي كتختص فيهم المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا، القضايا النفقة والطلاق والتطليق، ثم القضايا الاجتماعية، ثم قضايا الصفاء ومراجعة واجبات الكراء، ثم قضايا الحالة المدنية. بالنسبة للقضايا الأولى اللي هي القضايا اللي كتختص فيها المحاكم الابتدائية ابتداء وانتهائيا، هي القضايا اللي ما كتقبلش طعن بالاستئناف. هذه القضيه الا تصدر فيها حكم الابتدائي ما يمكنش لي انني نطعن فيه بالاستئناف، هذه كيكون ما كنكونش ملزم انني ندير محامي. ثم القضايا الثانيه قضايا النفقه والطلاق والتطليق، يعني القضايا اللي غادي نطالب فيها اللي غطلب فيها المراه بالنفقه او لا طلاق او لا تطليق، هنا المحامي ما كيكونش الزامي. وكذلك القضايا الاجتماعيه، وهذه القضايا الاجتماعيه كنقصد بها القضايا الشغل وقضايا ديال الامراض المهنيه الى غير ذلك، حتى هي ما كيكونش فيها محامي الزامي. ثم قضايا الصفاء ومراجعه واجبات الكرائيه، ثم قضايا الحاله المدنيه. هاد 5 القضايا هما اللي عطاني فيهم المشرع الحق انني نرفع الدعوه بلا ما نكون مؤازر من طرف المحامي. اما في سائر القضايا الاخرى، لا القضايا ديال الاحوال، القضايا ديال العقار الى وغيرها، كيكون ضروري انني خاصني نكون مؤازر من طرف محامي، يعني خاصني ندير محامي. كاين في بعض الاحيان بعض الاشخاص اللي كيتعذر عليهم انهم يديروا محامي نظرا لانهم ما عندهمش مساكن وما كيكونش عندهم قدره انه يدير هذا المحامي، ما كيكونش عنده الماديات باش يدير هذا المحامي. هنا المشرع او القانون كيعطيه الحق انه يلجأ لواحد المؤسسه كتسمى مؤسسات ديال واحد المؤسسه كتسمى مؤسسات ديال ان المشرع كيعطيه القانون كيعطيه الحق انه يلجأ
المحكمة ويطالب واحد المؤسسة كتسمى المساعدة القضائية، يطالبهم أنهم ينصبوا له محامي. هذا تنصيب محامي اللي كتنصبه الدولة في إطار المساعدة القضائية غادي نشوفوه ماشي في هذه الحلقة، في الحلقة الجاية إن شاء الله ولا في حلقة أخرى غادي نشوفوا أشنو هما الوثائق اللي خاصني ندلي بهم باش أنني نحصل على المساعدة القضائية اللي كنحصل فيها على محامي كتصبوا لي الدولة ما كنخلص فيه والو. هنا كنجيو يعني هذه الدعوة صافي يعني رفعتها وتحددت لي تاريخ الجلسة، كيبقى أنه خاصني نعرف فين غادي نرفع الدعوة، حيت كاينه بعض القواعد القانونية اللي كتلزمني أنني خاصني نمشي مثلا واحد المحكمة، خاصني هذه المحكمة هي اللي نرفع فيها الدعوة. مثلا في القضايا ديال العقار، القضايا العقارية، هنا خاصني نرفع الدعوة أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها العقار. بمعنى أن مثلا واحد العقار مثلا تعدى لي عليه شي واحد، وهذا العقار كيتواجد مثلا في أكادير وأنا كنسكن مثلا في أيت ملول، ما غاديش نجي نرفع الدعوة أمام المحكمة الابتدائية ديال إنزكان، رغم أن القانون مثلا كيقول لي أن الدعوة كترفع أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها اللي كيتواجد فيها المدعي. يعني مثلا أنا كمدعي كنتواجد يعني الموطن ديالي كاين في نفوذ المحكمة الابتدائية ديال إنزكان، خاصني نرفع الدعوة أمام المحكمة ديال إنزكان. ولكن إلا كان مثلا هذا العقار كيتواجد كما قلت لكم في أكادير وأنا كنسكن في أيت ملول، الدعوة خاصني نرفعها أمام المحكمة الابتدائية ديال أكادير. لماذا؟ لأن القاعدة القانونية تقول بأن القضايا العقارية ترفع الدعوة بخصوص النزاعات اللي كثيرها أمام المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها العقار المتنازع عليه. كذلك بالنسبة للأحوال الشخصية ديال يعني القضايا اللي كتخص الزواج والطلاق والتطليق والنفقة إلى غير ذلك، فيما يخص الأحوال الشخصية هنا كنرفع الدعوة أمام المحكمة الابتدائية التي أبرم في دائرتها العقد، عقد الزواج، أو التي توجد في دائرتها الموطن ديال الزوجية، أو اللي كتوجد فيه الذي تتواجد فيه الزوجة. هنا المشرع شنو قال لنا؟ الا جيت بغيت نرفع الدعوه بخصوص القضايا ديال الاحوال الشخصيه كنرفعها يا اما في المحكمه الابتدائيه اللي كيتواجد في الدائره ديال النفوذ ديالها اللي تبرم العقد ديال الزواج في الدائره ديال النفوذ ديالها، يعني تما فين برمنا العقد ديال الزواج مثلا برمناه في أيت ملول، كنرفع الدعوه امام المحكمه الابتدائيه ديال إنزكان. او لا مثلا يعني هذه الحالة الأولى المحكمة الابتدائية التي أبرم في دائرة نفوذها عقد الزواج. والحالة الثانية هي المحكمة الابتدائية اللي كيتواجد في دائرة نفوذ ديالها الموطن ديال الزوجية. مثلا نفترض برمنا واحد عقد زواج، واحد الشخص برم عقد زواج مع وحدة مثلا في الصويرة وبغى يرفع دعوة، والموطن ديالهم هما فين ساكنين، المنزل ديالهم الموطن ديالهم كيسكنوا مثلا في أكادير. إلا غير رفع دعوة كيعطي المشرع الحق أنه يرفع الدعوة أمام المحكمة الابتدائية اللي كيوجد ذاك الموطن ديالهم المشترك اللي كيوجد فيه، وذاك الموطن المشترك ديالهم كيتواجد بمدينة أكادير، يعني عنده الحق أنه يرفع الدعوة أمام المحكمة ديال أكادير. والحالة الثالثة هي يعني المحكمة الابتدائية التي يتواجد في دائرة نفوذها موطن الزوجة، إلا تعذر عليها أننا نرفعها أمام المحكمة الابتدائية اللي تبرم عقد الزواج في دائرة نفوذ ديالها، أو لا في دائرة نفوذ المحكمة اللي كيتواجد الموطن المشترك ديال الزوجين، هناك أعطاني المشرع الحق أنني نرفع الدعوة أمام المحكمة الابتدائية اللي كيتواجد فيه الموطن ديال الزوجة. هنا بخصوص هذه المحاكم اللي كنرفع الدعوة اللي كنرفع الدعوة أمامها كقاعدة عامة، كما قلت لكم كقاعدة عامة أن الدعوة كترفع أمام المحاكم التي يتواجد في دائرة نفوذها موطن المدعي، ياك، أو موطن المدعي. هذه كقاعدة عامة.
وكاينين الاستثناءات اللي حددناهم مثلا اعطينا بعض الامثله بخصوص قضايا ديال الاحوال الشخصيه، ثم القضايا قضايا الاحوال الشخصيه، ثم القضايا ديال القضايا العقاريه. هذا بالنسبه يعني المحكمه اللي خاصني نرفع الدعوه امامها. بخصوص هنا يعني رفعنا دعوه بمقال مكتوب او لا تصريح، وتحدد لنا حدد لنا رئيس المحكمه القاضي المكلف والقاضي المقرر اللي غادي يتكلف بالقضيه. كتجي واحد المرحله اخرى، هي المرحله ديال تسليم الاستدعاءات والحضور الى الجلسه. هاد تسليم الاستدعاءات شكون اللي كيدير هاد تسليم الاستدعاءات؟ كيديرها المفوض القضائي اللي كيتواجد اللي كيشتغل بالمحكمه الابتدائيه. يعني في المحكمه الابتدائيه الداخل ديالها كنلقاو واحد القسم كيتسمى بقسم قضاء المفوضين القضائيين، وهادو الاشخاص هما اللي كيتكلفوا بانهم يسلموا الاستدعاءات. بمعنى انني كان الا رفعت الدعوه والقاضي المكلف او القاضي المقرر هو اللي كيقد واحد الاستدعاء وكيصيفطوا وكيصيفطوا مع المفوض القضائي للمدعي او المدعي عليه او المدعى عليهم، باش كيخبرهم ان واحد الشخص رفع دعوه في حقهم وخاصهم انهم يحضروا. مثلا كيحدد لهم تاريخ الحضور للجلسه، يعني الجلسه يعني كيحدد واحد التاريخ ديال الجلسه. هنا اشنو هذا الاستدعاء؟ قلنا انه يا اما كيسلموا المفوضين القضائيين، وكاينه واحد الطريقه اخرى اللي هي ممكن اننا يعني ممكن المحكمه انها ترسل هذا الاستدعاء عن طريق البريد برساله مضمونه مع الاشعار بالتوصل او بطريقه الاداريه. وهذه الطريقه الاداريه اشنو كنقصدوا بها مثلا الا كان الشخص كيتواجد خارج الوطن وما كيتواجد في المغرب، هنا كاينه واحد الطريقه اخرى اللي يعني القانون حددها لنا اللي كتسمى على الطريقه الدبلوماسيه، اللي ممكن اننا نخبروا هذا الشخص اللي كيتواجد على برا بان الدعوه ترفعت في حقه. هذا بخصوص اجراءات الدعوه امام المحاكم الابتدائيه. حاولت في هذه الحلقة أنني نبين لكم ما أمكن الشروط والإجراءات اللي خاصني أنني نديرهم أمام هذه المحاكم باش نرفع الدعوة، باش تكون الدعوة ديالي صحيحة وتسمحها المحكمة. في الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نزيدوا أننا نبينوا هذا الإجراءات وغادي نحاولوا نفصلوا فيهم، وغادي نبينوا كذلك الحالة اللي كيتعذر فيها على المدعي أنه يدير محامي والمشرع عطاه واحد الحق أنه يلجأ للمحكمة الابتدائية ويطالبهم باش ينصبوا له محامي في إطار ما يسمى بالمساعدة القضائية. جينا يعني في هذا آخر الحلقة ما سخيناش بكم، الوقت كيداهمنا، وإن شاء الله نتلقى بكم الأسبوع المقبل في برنامج دردشة في القانون مع استكمال هذا الموضوع اللي هو مهم جدا، والأغلبية ديالنا ما كيعرفش هذه الإجراءات البساط جدا واللي في المتناول ديال أي واحد منا يعرفوها. دمتم بخير وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله. صنعناها من أجلكم وسنتحدث بما يخصكم. راديو صدى الشباب، من نبض حياتكم.